ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض النهارده نعمل احلى طبق رز بالريزو والصوص ريزو بتركاته كلها بنفس الطعم اللي بنجيبه من بره بالظبط. انا عملت جنبيه بانيه، انتوا عايزين تعملوا ستريبس براحتكم. قبل ما نبدا متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناه. معايا بانيه باي كميه انتوا عايزينها. معايا البهارات بتاعتي: معلقه توم باودر، بصل باودر، جنزبيل وملح وفلفل، معلقه من كل حاجه، وحطيت رشه شطه من عندي. معايا هنا كمان ميه البصل بتاعتي، كنت فرمت بصلايه وخدت منها الميه وحطيت عليها ليمونيه وكوبايه لبن ومعلقه خل هنستخدمها. هنجيب العلبه بتاعتنا نحط فيها كل المكونات اللي قلنا عليها ديت ونقلبهم كويس قوي، ومعلقه الخل ما تنسوهاش، والليمونه ما تنسوهاش عشان انا ما جبتش الليمونه، ورشه فانيليا بسيطه جدا. هنقلب كل المكونات دي مع بعض لحد ما تدوب كويس، وهننزل بانيه. انا هنا البانيه قعدته بالظبط 4 ساعات، انتوا المفروض تبيتوه ليله عشان يشرب من التتبيله دي كويس جدا جدا وتحسوا بطعمها، بس عشان احنا طبعا كنا مستعجلين جدا. تعالوا بقى مع بعض نعمل احلى صوص ريزو. جبت طاسه على النار، حطيت فيها زيت وسمنه، هنحط 4 معالق كاتشب مع بعض دلوقتي، او بصوا على حسب الكميه الرز اللي انتوا عاملينها. انا كنت عامله حوالي كيلو الا ربع، انتوا ممكن تعملوا نفس الكميه ديت. حطيت 4 معالق كاتشب، معلقه خل، وبعدين 3 معالق صويا صوص قدامكم اهو، وبعدين 4 معالق باربيكيو، بس هي اتشالت في المونتاج، جت حته بسيطه كده في الاخر، بس انا حطيت 4 معالق. بعدين معلقه عسل، وبعدين هننزل بالبهارات بتاعتنا، عباره عن معلقه ملح، معلقه فلفل، معلقه بابريكا، معلقه توم باودر وبصل باودر ورشه شطه اختياري. هنا بقى بصوا الصوص بتاعي تقل ازاي بقى حلو قد ايه. انا هنا تقل شويه، هنزل بشويه ميه للتخفيف، يعني هيبقى مش هيبقى برضو خفيف. هنزل بالبهارات اللي جهزناها مع بعض دلوقتي على الصوص ده وهقلبها كويس قوي. اول ما ريحتها تطلع هشيلها من على النار على طول ونحطها في اي طبق على جنب عشان هنقول لكم هنعمل بيها ايه. هنجيب حله نحط فيها بصلايه ومعلقه زيت او سمنه براحتكم. نجيب بقى البهارات بتاعه الرز: معلقه ملح ومعلقه فلفل، معلقه كاري وسكر ومعلقه مرقه ومعلقه كركم. كل ده هنزل بيه على البصل، وهحط معلقه صويا صوص كمان، وهنقلبهم كويس قوي. احنا مش هنستنى البصل يدبل كمان. هنزل بالرز بعد ما اكون غسلته، هفضل اقلب فيه لحد ما ينشف الميه خالص منه، وبعدين هنزل بالشوربه او بالميه المغليه براحتكم اللي انتوا عايزينه او المتوفر. الصوص ده هاخد منه شويه صغيرين وهنزل بيه برده في الرز عشان ياخد طعم الصوص بتاعنا. تعالوا نشوف مع بعض البانيه عملناه ازاي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. معانا هنا طبق فيه دقيق وحطيت عليه معلقه نشا، ومعايا بيض، ومعايا بقسماط. هناخد البانيه نحطه في الدقيق ونطلع بيه على البيض، وبعدين نحطه في البقسماط. بعد كده لازم اطبطب كويس قوي 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 على البانيه علشان خاطر الحاجات دي تمسك فيه. ادي اهو معايا، شايفين لونه حلو ازاي؟ بجد كان مقرمش وحلو جدا. انا كده خلصت. يا رب تكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات لما تجربوها. وبس كده، هسيبكم مع الحلاوه والجمال دوت. باي باي.